السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وكالعادة نبدأ الفيديو بغسل الطباق والكوبايات ونفضي الحوض علشان خاطر نبدأ يعني نبدأ ان احنا نعمل غدانا كده على نظافة، ويكون الحوض بتاعنا فاضي ويدينا طاقة ايجابية كده. لان بصراحة الحوض لما بيكون مليان مواعين، عايزة اقول لكم ببقى عايزة اطلع اجري من المطبخ، مش عايزة ادخله. لكن لما ببقى صاحية كده على المطبخ ان هو مفيش اطباق في الحوض، ياه، عايزة اقول لكم ببقى فرحانة كأني الحوض دوت خلاص، يعني هو هيفضل كده مش دقيقتين وهيتملي مواعين تاني. بس برضو عايزة اقول لكم يعني بيدي كده طاقة ايجابية وبيخليكي يعني حاسة بسعادة ان لما بتدخلي كده الصبح، خصوصا الصبح، مش عارفة ايه السبب، بس ان هو انت بتبدأي يومك على يعني جديد، ما فيش حاجة من امبارح متبقية. لسه اللي انا هعمله النهارده هو اللي هيبقى موجود، لكن امبارح كله بتاع امبارح كله، مع ان امبارح والكلام ده كله غسلتها، فتحسي كده ان انتي فرحانة وسعيدة وانتي داخلة المطبخ. مش عارفة ده شعور كل الستات البيوت، ولا انا بس على ما اظن ده شعور ستات البيوت كلهم. ان انتي لما تدخلي المطبخ كده على الصبح وتلاقي الحوض فاضي والدنيا نظيفة وحلوة كده، نفسك بتتفتح وتبقي فرحانة وسعيدة ان مفيش حاجة متبقية ومفيش مواعين متراكمة. عايزة اقول لكم ان اكتر حاجة بتضايقني في الشقة كلها المطبخ. لما يكون المطبخ نظيف، بحس ان الشقة كلها نظيفة ومفيش اي حاجة. لو بعكس، لو منضفة الشقة كلها والمطبخ لسه يعني فيه مواعين وكده متراكمة وما نضفتهوش، يا بحس ان لا بحس ان انا ما عملتش اي حاجة. بس يعني الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا الصحه كده، وطول ما احنا فينا صحه نشتغل ونعمل ونخدم بيوتنا، لان يعني دي رسالتنا في الحياه. اللي كل واحد ليه رساله، اللي ست البيت ليها رساله، الموظفه اللي بتشتغل ليها رساله. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يعيننا ان شاء الله ويقدرنا ان احنا يعني نتم رسالتنا دي على اكمل وجه، يعني وما نقصرش فيها. رغيت معاكم كتير في المقدمة، بس معلش، انا معتبراكم اخواتي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. يلا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتمنى لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها فضلا وليس امرا، وتنوريني وتزيديني. ربنا يا رب يزيدكم جميعا ويعني وينور دربكم. بصوا بقى يا بنات، عندي هنا اهو البطاطسيتين دول. بصراحة انا يعني مكنتش عارفة، كنت مش عارفة هعمل ايه، كنت زهقانة، مش عايزة اطبخ، مش عايزة اعمل حاجة، عايزة اعمل حاجة كده سريعة او خفيفة، وفي نفس الوقت ماخدش وقت فيها. فقلت هعمل فول وهعمل سلطة والكلام ده كله وبيض وخلاص. وبعد كده اهو قلت لا، طيب انا عايزه اعمل بطاطس مسلوقه وبنحط عليها سمنه بلدي، بتبقى حلوه جدا، وكمون، بتبقى روعه. مش عايزه اقول لكم يا سلام مع رغيف كده متنشف او متحمص على الفرن، ياه الجمال. كلي بقى واكل حلو وطعمه روعه، وفي نفس الوقت خفيف وما خدش وقت معانا. بعد ما سلقت البطاطس قلت طيب انا الولاد ملهمش يعني في البطاطس المسلوقة، يعني خفيف كده، مش بياكلوا فيها زي البطاطس المحمرة. وده حال الولاد كلهم، ان هم يحبوا البطاطس المحمرة اكتر من المسلوقة والكلام ده. فقلت طب خلاص والله انا هغير الخطة بقى، هغير الخطة، مش هعمل بطاطس اللي هي مهروسة وكده، لا، هغيرها. المهم ان البطاطس بتاعتي دي، يعني انا حطيتها، تقول لي انت طب حطيتها ليه؟ يعني حطيت عليها ميه من الحنفيه. اقول لكم عشان لما قررت ان انا اغير بقى، قلت يعني هي مش بتاعه تحمير، فبتبص تلاقيها اتهارت معاكي بسرعه من اقرب غلوه، تبص تلاقيها ان هي اتهارت معاكي والكلام ده. فانا حطيت عليها شويه ميه من الحنفيه عشان خاطر تبرد وتبقى متماسكة بقى، ما تتفرولش مني والكلام ده. المهم غيرت، هتعملي هعمل بطاطس. عارفين البطاطس البانيه ده بانيه الغلابة بقى. البانيه دي بطاطس بانيه، انا هسميها بطاطس بانيه. بتعمليها ازاي؟ هقول لكم. بصوا، جبت بيضتين وجبت معلقه توم، تمام، وحطيت بقى شطه وفلفل اسود وكمون وكزبره، وكترت الشطه بصراحه لان بيبقى طعم، يعني ما هي بتبقى مشطشطه بتبقى حلوه خالص، تمام.
وجبت ايه، اللهم صل على النبي، خلطت ده كله مع بعضه زي ما انتوا شفتوا، البيضتين ومعلقة التوم والبهارات بقى اللي عندي، فلفل اسود وكمون وكزبرة، وخلطت ده كله. وبعد كده اهو نزلت بكوباية مية، كوباية مية اللي هي يعني كوباية صغيرة مش كبيرة، على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. تمام. طب انا لو ما عنديش بيض ممكن اشيل البيض، ممكن تشيل البيض وتحطي مية والبهارات دي. ويا سلام لو عندك ورقة مرقة وتحطيها، هتبقى زي الفل ومش هتقولك لا. وبعد كده نزلت بمعلقتين نشا، بعد ما حطيت كوباية المية نزلت بمعلقتين نشا، وبعد كده كملت بدقيق لحد ما بص اديتني القوام ده. ما اقدرش اقول لكم حطيت دقيق قد ايه، لان الدقيق بيختلف، في دقيق بياخد يعني بيشرب سوائل، ودقيق لا. انا الدقيق بتاعي دوت متهيألي لا، ما بيشربش سوائل نهائي. خلاص على كده، وخلطتهم كويس وظبطت الملح، اوعوا تنسوا الملح، ظبطت الملح. وبعد كده اهو نزلت بالبطاطس بتاعتي واحده واحده، ما حطيتش كتير عشان زي ما قلت لكم البطاطس دي مش بطاطس تحمير، فبصوا بحايلها محايله. اختبرت الزيت بقى ان هو سخن، وخلاص على كده نزلت. بعد كده بقيت اطلع البطاطسايه من على فكره دي ممكن دي العجه، يعني دي طريقه العجه، اللي حابب يعمل العجه شيل البطاطس، وهو الخليط دوت هو كده، ده خليط العجة. تعملي قرص العجة كده في الطاسة، هتطلع معاكي عجة روعة. للي مش عارف يعني العجة ايه، يعني اللي هي كانت بيض وكنا بنعملها زمان على طول. لكن بصراحة دلوقتي ما الولاد ما بقتش بتاكل، انا عن نفسي ولادي مش بياكلوا، فعشان كده ما اغلبية الوقت تلاقوني الاكل الخفيف، لان هم مش اكلين يعني، مش بياكلوا كتير كده. وتلاقيهم مش بيعملوا سندوتشات عيش والكلام ده كله. بص هنا كان الشباك مفتوح، فكانت الاضاءة يعني كان لون الاكل مش ظاهر. الاضاءة لما بتبقى عاملة زاهية جامد او منورة جامد، بتبقى الاكل لونه مش ظاهر كويس. فقفلت ضلفة، بصوا ما شاء الله بدأت ان هو اللون يظهر معايا. قلبتها بقى، ما بتاخدش وقت، عايزة اقول لكم والله يا بنات ما بتاخد وقت خالص. يعني سلق البطاطس في ثواني بسرعة، ما بياخدش وقت. الخليط او الخلطة اللي احنا عملناها دي ما خدتش وقت، بالطين على شوية بهارات، على بعد كده زودت كوباية مية، ونزلت بعد كده بمعلقتين نشا. طب النشا ايه فايدته؟ النشا هيخليها معاكي مقرمشة والكلام ده، ولو كل ما تبقي عايزاها مقرمشة زودي في النشا اكتر، هيخليها معاكي ناشفة ومقرمشة وطعمها حلو. اما لو عايزاها طرية بقى خلاص براحتك، شيلي النشا، تحطي معلقتين زي ما انا عملت. انا حطيت معلقتين، ادتني القوام الحلو اللي هو ايه، اللي من بره حلوة مقرمشة، وفي نفس الوقت ايه مش اللي هو الناشفة الناشفة، لا، حلوة مظبوطة. وهنا حطيت برضو المرحلة التانية بقى، طلعت الأولانية الحطة الأولانية وحطيت التانية. بص ما شاء الله حلوة وطعمها حلو وتغيير، وكل ما تغيري الولاد كل ما نفسهم تتفتح. يعني لما تبقي عاملة نفس الأكل يوميا تحس الولاد مع أو يعني أكل متشابه، تحس الولاد نفسهم بتسد يعني ومش عايزين ياكلوا. لكن ما تغيري لهم كده في الاكل بيبقى نفسهم مفتوحه. بصوا ما تاخدوش في بالكم، ما تاخدوش في بالكم الحوض اتملى تاني، معلش معلش، ان شاء الله ننضفه ونرجعه نفضيه ان شاء الله. وبس على كده عملت غدا حلو، ويعتبر ما كلفتش نفسي اي حاجه، بيضتين وبطاطسيتين، وعملت طبقين بطاطس كبار حلوين ما شاء الله اللهم بارك. وعندي طبق فول حلو وطبق سلطه، وكان احلى غدا والحمد لله رب العالمين. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. لازم ندبر حالنا، ولازم ان احنا ايه نكون ناصحين كده، ونحاول ان احنا نخترع بقى ونبدع بقى في المطبخ. وعندي شوية بدنجان مخللين، على قرنين فلفل مقليين، على رغيفين عيش حلوين بلدي، واحلى غدا اللهم بارك بألف هنا وشفا. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويصلح حالنا وحال الجميع يا رب العالمين. وخلاص على كده ده كان الروتين بتاعي، يا رب يكون عجبكم. هعمل بقى سندوتش كده اوريكم بقى الاكل الشعبي بقى، حاجة تفتح النفس والله. انا عن نفسي بحب الاكل ده جدا اكتر من اي اكل تاني. بس كده، وادي الفلفل، وخلاص على كده ده سندوتش بقى معتبر بقى. اتمنى لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك، ولو مش مشتركة تشتركي. وربنا يديمكم نعمة في حياتي، والف شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.